مات والده، وفتح الجوال ليجد آخر رسالة منه. في مساء هادئ، وبينما كانت نسمات الليل تداعب أوراق الأشجار، جلس كريم في زاوية غرفته يحتضن وسادة والده التي لم تفارق سريره يوما. رحل والده قبل أيام فقط، بهدوء كما كان دائما. رحل دون وداع. لم يكن كريم مستعدا، بل لم يصدق أصلا. كان أبوه رجلا بسيطا، لا يحب الضجيج ولا يرفع صوته إلا في الصلاة، لكنه كان عالمه كله. في الجنازة كان كريم واقفا بين الناس مذهولا، ينظر إلى الجسد المسجى، لكن قلبه لا يصدق. أبي لا يموت، أبي وعدني أن يعيش حتى أزفه إلى حفيدي الأول. مرت الأيام الأولى ككابوس، حتى جاء اليوم الذي قرر فيه كريم أن يفتح هاتف والده للمرة الأولى بعد وفاته. أراد فقط أن يسمع صوته، أن يقرأ رسائل قديمة، أن يسرق لحظات صغيرة من ذاكرة لن تعود. فتح الهاتف، دخل إلى المحادثات، تفحص الصور، وتأمل رسائل قديمة كان يرسلها والده لأفراد العائلة. ثم رأى شيئا غريبا. رأى أن آخر رسالة في الهاتف كانت مرسلة إليه قبل يومين فقط من وفاة والده. ضغط ليفتحها، وتجمدت أصابعه. كانت الرسالة تقول: كريم، إذا فتحت هذه الرسالة يوما بعد رحيلي، سامحني إن قصرت، واذكر أني كنت أحبك أكثر مما كنت أقول. لم أكن أجيد التعبير، لكنك كنت أغلى هدية رزقني الله بها. أوصيك بأمك، فهي قلبي المتبقي في الحياة. وابق قويا، لأني دائما كنت فخورا بك حتى في صمتك. جمد كريم، سقط الهاتف من يده، وبكى كما لم يبكي من قبل. لم يكن يعلم أن والده كتب هذه الرسالة، ولم يكن يدري أنه كان يودعه بطريقة لم يسمعها أحد. في تلك الليلة لم ينم كريم، جلس يقرأ الرسالة مرارا وتكرارا. وأقسم أمام صورة والده أن يكون كما أراد له دائما، ابنا يفتخر به حتى وهو في قبره. العبرة: بعض القلوب تحب بصمت وتودع بصمت، لكن صدى حبها يظل فينا إلى الأبد. لا تنتظر الوقت المناسب لتقول لأحبتك أحبكم، فقد لا يأتي الوقت أبدا.